طلع رشاشك حط الخزنة ضربني رصاص. هنزعل المنيا وجينا هنسمع كل الناس، هنقول بشار وهتولع نار. طب يلا دمروا من السلخانة لكل الناس. يلا زعزيع سمعني بالمزيكا شبعني، كله يصحى انا راجع احط عد خني في يوم اوجعني. كل ما صاحب صحبة حلوة تجرح جرح بيوجعني، كل ما صاحب صحبة حلوة تجرح جرح بيوجعني. الرجولة دخلت في أزمة والله خلاص ما بقاش ليها لازمة، المفروض نتنفذ فيها زي الهوا زي النسمة. وصاحبك اللي طلع راجل ارسم له بلان وانا رسمة، اما اللي باعك او خانك ملوش عندك غير الجزمة. الدنيا يا ابنك تلتقسى حن في اللحظة الحاسمة، الدنيا يا ابنك تلتقسى وتحن في اللحظة الحاسمة. طول ما جيبك متعمر كله يطبل ويزمر، اما القرش اللي معاك تلقى كله عليك يتأمر. لو وقعت الكل هياكلك قبل ما ياكل هيشمر، لو وقعت الكل هياكلك قبل ما ياكل هيشمر. رجعنا تاني نعمل اعصار لصحبة جدعة وخدت السيت. لما نقول صاحب بشار لازم نقول محمود شديد. الحكاية باسم السلخانة اصحى لينا واسمع الجديد، الحكاية باسم السلخانة اصحى لينا واسمع الجديد. اتنين صحاب جدعان مع بعض من زمان، على الحلوة وعلى المرة على كل الألوان. كبروا سوا سنة سنة ودنيتهم زي الجنة، الصاحب لو جنب صاحبه يرتاح قلبه بيتهنى. نفس الشغل ونفس العمر نفس كمية الفلوس، وحياتهم ماشية طبيعي فجأة ودخلت في كابوس. عشان شافتهم صحبة خسيسة قالت عليهم يلا ندوس، عشان شافتهم صحبة خسيسة قالت عليهم يلا ندوس. وزنوا على صاحب منهم ما شافش الغدر في عينهم، يوم ورا يوم بقى بيزورهم ساب صاحبه واتدخل بينهم. لقاها صاحبة كيف وحشيش وناس ما تعرفش الاخلاص. عجبه الجو وقال هعيش وهشرب وانسى كل الناس. صاحبه حس بغيابه قام شكه في قلبه الاحساس، وراح وخبط على بابه بسرعة يتفتح الترباس. طلعت امه وقالت له ايه؟ قال لها صاحبي قلبت عليه، قالت له صاحبك صاحب ناس هتاخده على النار وتوديه. وكل يوم عيني بتدمع، وتعبي زاد وانا هعمل ايه، وكل يوم عيني بتدمع. وتعبي زاد وانا هعمل ايه. وراح ودور لما لقاه غايب عن الحياة. قال له يا صاحبي اللي جرالك حاول تصحى لوجه الله، انت ماشي في سكة شمال دول مش صحاب ده الاندال. صاحبه قال له مالكش دعوة انا معاهم عالي العال. صاحبه استغرب منه راح سايبه وبعد عنه، والدنيا لفت ودارت واسمعوا بس انتوا استنوا. والدنيا لفت ودارت واسمعوا بس انتوا استنوا. وامه فجأة تعبت منه وحالتها ما بقتش كويسة، خدها وراح على المستشفى وفي العناية المركزة. الدكاترة ناس حطوها وعلقوا لها الأجهزة، الدكاترة يا ناس حطوها وعلقوا لها الأجهزة. راح ودفع نص الفلوس والنص التاني ما معهوش. راح للصحبة بتاعت الكيف بس هم ما قدروهوش. ما انتوا عارفين الخسيس يبيع برخيص ما يهموش، ما انتوا عارفين الخسيس يبيع برخيص ما يهموش. كلم صاحبه بتاع زمان قال لهم تعبت وانا تعبان ومعيش فلوس علشان اكمل وادفع لها وتعيش في امان. قال له يا صاحبي خلاص جايلك ما انا اللي كنت زمان شايلك، لكن في سعره كان بيقول يا خوفي من غدر زمايلك. بعد ساعة رن على صاحبه علشان يجي يديله الفلوس، بس لقاه مش بيرد حس انه عليه بيدوس. سابه ساعة رن عليه تاني ولقى التليفون مقفول، كبس عليه النوم راح نام بس في حب المقتول. قام من النوم قال هعمل ايه ده صاحبي حتى ما كلمنيش، قال خلاص هروح المستشفى واقول لهم ان انا بعيش. راح للمدير راح قال له خلاص وهيدفع وما فهمنيش، لو عايز تسأل في حاجة اسأله هو ما تسألنيش، اسأله هو ما تسألنيش. دخل ولقى صاحبه حبيبه وقال له وحشنا نسينا، قال له ليه قافل تليفونك؟ انا قلت بتلعب بينا، قال له انا بعت التليفون عشان امنا ترجع لينا، وقال له انا بعت التليفون عشان امنا ترجع لينا. عالمنيا وعالسلخانة والتحية باسم الكبار، اشيك شاب في الصعيد هو الست البصار، وتوأمه محمود شديد صاحب العمر والمشوار. علموا الصحوبية بينهم اللي بتكوى بعض بالنار. لو انتوا اللي رميتوا الشبكة احنا اللي طعم
طلعنا السنارة واحنا اللي غرقنا السمكة لبسنا الشمس النضارة والجد يحب الجد ولا حد احسن من حد وانت ولا عاجبك حد اعلمك ضرب النبلة اول ما ترمي ترمينا ونعلمك دق الطبلة تلف وتدق علينا طب خد من قلبي وسر ياللي هتسقينا المر طب خد من قلبي وسر ياللي هتسقينا المر وانا حر وانت هنقول حر بشار وهاتوا الاحمر طب يلا طب ام السنة خالد